طرق مشتركة. قبل الذهاب إلى النوم الأجداد ينادون إلى أبنائهم بقرب التدفئة ليحكون لهم قصصا من دولهم. يحكون أغنيات، يغنون أغنيات من كل عائلة، وكل عائلة لها طبل صغير. عندما ينتهي الجد من حكاية القصة تبدأ الجدة بدفء الطبل. إنه برنامج لنشأة خريطة الوقت الفارغ منشوء بطريقة جماعية بين نساء أجنبيات. اختيرت هذه المجموعة لأننا نعتقد أنها الأكثر الاحتياج لها. هذا البرنامج تقوم به مجموعتين، إيماوس فونداسيون سوسيال وجو آسيا غارا. له ثلاثة مراحل. الأولى عبارة عن حصص لمعرفة احتياجاتهم، ثم بعد ذلك تقدمت جمعيات من نفس المدن أين يسكنون، مثل إيكن، إمي وجو آسيا غارا. وفي الأخير أرجعت لهم المعلومات التي أخذت، وشرح لهم كيف سيكون الدليل من أجل إدلاء آرائهم لتكملة البرنامج أو المشروع. كايشو يقولون نيمارا ونايس أريتشابيتا بيسينايس سحرك ونايس. كايشو نيك وايفا نايس. Naiz, Roxana Costa. Kaixo, Elena naiz, Aretxabaletan bizi naiz eta Donostiakoa naiz. Yo me llamo Belén y vivo aquí en Aretxabaleta. Y soy de Salamanca. Marika naiz. Aretxabaleta bizi naiz. Agur. ¿Qué hago? يعجبني كثيرا العمل في حراثة الأرض، لأنني عندما كنت صغيرة في مدينتي كانت عندنا أرض للحراثة، نخرج منها الخضر ونتعلم كثيرا من الأشياء. وعندما جئت هنا أيضا عند كاريتاس نعمل في الأرض، وبالنسبة لي هي ملء الوقت. العمل في الأرض، عمل الحراثة في الأرض جيد جدا، وفي الحقيقة نحن فرحات جدا لأن نخرج من الأرض خضر طعمها جيد جدا بأيدينا، ونذهب إلى بيوتنا فرحات جدا ونطهي الطهي. أنا بالوما مارتينيز من المكسيك، وأعيش هنا منذ 8 سنوات. آسيا غارا هي جمعية مهمتها أن يعيش جميع الناس في راحة واستجمام في المكان الذين يسكنون فيه. وفي حاضرنا نعمل نقوم برسوم حائطية جماعية، النسيج، الخياطة كتعليم، والخياطة كنشاط مادي. وأكثر ما أعجبنا هو الرسوم الحائطية الجماعية، لأن رأينا فيها الحضور الكثير لمختلف الأشخاص، وينظر له أو يرى كهدف جماعي ترفيهي يفوق الحدود الشخصية. أقوم بتشكيل حقائب صغيرة
وقمنا بتشكيل بينياتاس. وفي الحقيقة أنا جد سعيدة مع الناس، ويعاملونني بطريقة جد حسنة، وتعلموا الكثير منه. عندما قدمت لنا إيماوس هذا المشروع المتمثل في الدليل المكان للاستهلاك المغاير، رأيناه جد مهم لأسباب كثيرة. للتعاون مع جمعية لها نفس الخاصيات والأهداف التي تميزنا عن غيرنا. من أجل التعلم، لأننا في الحقيقة جمعية مبتدئة وصغيرة، ومن أجل الفرصة التي أتيحت لنا من أجل الأشخاص التي تتواجد في جمعيتنا. نقوم بحصص في الجمعية هنا في الجمعية جوا سياغارا، وفي جمعيات أخرى من نفس الضاحية أو المكان. وأنا كصوت الصوت المتكلم باسم الجمعية جد سعيدة لهذه المراحل، لرؤية التغيرات الصغيرة في النساء اللواتي شاركنا في هذه المراحل. إعطائهم الفرصة وإعطائهم الفرصة البسيطة من أجل التكلم عن أشيائهم والتكلم عن حياتهم هو درجة كبيرة لتحفيزهم.